استاذ كريم. اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اولا بهنيك يا مدام منى يعني بهنيك وبشكرك على استضافه الدكتور البرادعي. ايوه حضرتك اتكلمنا منين يا استاذ كريم؟ من القليوبيه. من القليوبيه. بهنيكي وبشكرك على استضافه الدكتور البرادعي. شكرا. لان اي دوله محتاجه للتقدم لازم عاوزه عداله وتنميه. التنميه اساسها التعليم والعداله عشان تعمل عداله اجتماعيه وتوزيع الدخل. انا كنت شغال مدرس في احدى الدول العربيه، وحاليا بسبب الفساد وبسبب يعني يعتبر ايه على المعاش بدون معاش. اتصال من مدام نجوى. اهلا بحضرتك يا مدام نجوى، اتفضلي. انا سعيده جدا باللقاء مع الاستاذ الجميل الدكتور البرادعي. ليه يا مدام نجوى؟ انا يعني ست مصريه عاديه جدا، ومش هقول لك ان انا بنتمي لتيار سياسي ولا اي حاجه، بس انا قارئه متابعه. وانا ست مصريه زي معظم الامهات. ومش هقول لك ان انا ست فقيره، لا ده انا ست كويسه والحمد لله. بس انا عايزه اوجه رساله للدكتور البرادعي. اتفضلي. اقول له ما تسيبناش يا دكتور، مهما عملوا ما تسيبناش. الناس تعبانه جدا يا دكتور محمد، الناس تعبانين جدا. انا جاني سرطان في عز شبابي. ليه؟ الاكل ملوث يا دكتور محمد. يا مدام نجوى تفتكري دكتور محمد ممكن يقدر يعمل لك ايه؟ يرشح نفسه للرئاسه باي طريقه، ما تقوليليش باي طريقه. انا املي في ربنا وفي الدكتور محمد. بتشتغلي ايه يا مدام نجوى؟ انا ربة بيت عاديه، وقلت لحضرتك طب وجوز حضرتك بتشتغل في انهي مجال؟ كان الله يرحمه. يعني انا عايزه اقول له ان مفيش بيت في مصر النهارده ما فيهوش مرض. اللي عنده فشل كلوي، واللي عندها سرطان، واللي عنده كبد وبائي. انا بكلمك بجد من غير مبالغه ومن غير يا استاذه منى ما تقولي لي ان انا مبالغ. عايزين رغيف عيش نظيف. انا ربة بيت عاديه، مش هتكلم في اي حاجه. عايزين رغيف عيش نظيف، عايزين اكل نظيف يا دكتور محمد. انا كل ما اكل لقمه تتشكى او تبكي على صدر دكتور محمد البرادعي من كل شيء من ظروف الحياتيه. اشكرك يا مدام نجوى. احنا معانا مداخله تليفونيه من دكتور جهاد عوده، استاذ العلوم السياسيه بالاساس واحد كوادر الحزب الوطني وامانه السياسات. اهلا بحضرتك يا دكتور جهاد. اهلا بيك يا استاذ منى، ازي صحتك؟ احب اسمع تعليقك او حتى سؤالك لدكتور محمد البرادعي. والله انا عايز احيي الاول الدكتور برادعي على تاريخه المشرف دي نمره واحد، وعلى انه راجل مخلص. يعني ما حدش بينكر على الدكتور برادعي اخلاصه، ولا حد بينكر على الدكتور برادعي نيته الطيبه، بمعنى مش النيه الطيبه بالمعنى الوحش، لكن النيه الطيبه بمعنى انها نيه ذكيه، يعني يريد ان يصلح. لا انا عارف ان هو جاد، وانا عارف ان هو مخلص، وانا عارف ان هو كريم، وانا عارف انه فاضل، وانا عارف انه عادل. مفيش سياسي قبلك في عزا صدفه سلم عليك من الحزب الوطني. انا بشوفك في اغلب المناسبات، يعني انا بشوفك في عزوات بتاعت ناس دايما موجود، بيبقى فيه ناس رجال اعمال من الحزب الوطني ورجال الحزب الوطني. يمكن الحاجه الوحيده اللي اقدر اقولها لك ايوه فندم، ان رسالات غير مباشره. ايوه ايه بقى؟ ان احنا بنؤيد. يا نهار ابيض. انا بقول يعني دي يمكن اول مره اقولها، وده اللي ما بتقول لي تعاطف، هو يمكن اخر مره. وطبعا عمري ما هقول لك مين، انما من كافه من المستويات داخل خيانه. طبعا دي خيانه بالنسبه لهم، ولذلك رفضت ان اسمع الرساله دي. ناس مقربين من الحزب الوطني قالوا لك احنا بنؤيدك، اعضاء فرسائل غير مباشره انه معاك يا ريس. نحن نتفق معك في كل ما تقول. يا نهار ابيض. هل ممكن الدكتور البرادعي يفيدنا ويلزمنا في حلم التغيير لحظه من اللحظات؟ حاسبهم اروح فين؟ انا قررت ان اشارك في العمل الوطني. استجبت للشعب المصري اللي قال لي تعالى اخدم معايا كواحد من 80 مليون، وهستمر في هذا العمل ما بقى في العمر بقيه. انما في نفس الوقت يا مصطفى لازم الشعب المصري كمان يستجيب لي ويستجيب لدعوتي للتغيير ويديني الظهر اللي اقدر اغير بيه، لاني لوحدي مش هقدر اغير. هستمر اعمل واقول اللي انا بقوله النهارده طول في عمري، لان انا مش بقول هذا تفضلا، انا بقول هذا لان قناعتي ان كل بني ادم وبالذات بلدي لازم كل بني ادم فيها يكون حر ويكون عايش حياه حره كريمه. ده اذا استطعت ان احققه هبص لنفسي في المرايه وهيكون ده بيني.